مرحبا، رح نساوي اليوم وصفة البينات باتر بارز. رح يلزمنا عجينة الكوكيز اللي نحن سويناها بغير فيديو، بس بدي انا اياها نص الكمية من دون شوكولا بالحليب في قلبها. رح يلزمنا كاسة ونص شوكولا بالحليب مفرومة ناعم او 270 جرام، واحد كاسة زبدة الفول السوداني، وفول سوداني مو مملح للزينة. رح نبلش الطريقة. رح ندهن هلا الصينية بالزبدة. مديت العجينة بالصينية، جبت الشوكة وثقبتها. هلا راح احطها بالفرن، درجة حرارة الفرن 180 درجة مئوية بالرفن الصيني 15 دقيقة. راح نسوي هلا الفستق السوداني، حطيناه بالكيس. راح نجيب الشوبك نحطه هيك ندقه. هلا هو ما له معيار، يعني الكمية على كيفك، بتحبي تحطي كثير بتحبي تحطي شوي، او اذا ما بتحبي لا تحطي. هلا حطينا الشوكولا بالحليب وحطينا زبدة الفول السوداني، بنحركهم مع بعض لبين ما يدوبوا. هلا انا ما بدي اياهم يغلوا، بدي اياهم بس يدوبوا. هلا نطفي النار، بقينا فيها كم قطعة شوكولا، معلش لوحدهم رح يدوبوا هلا من الحرارة. صارت جاهزة. هلا اليوم طولت معي انا بالفرن 10 دقايق. انا حطيتها بقالب المتحرك. اذا ما عندك القالب المتحرك ممكن تحطيها بصحن البلور البيركس. رح نحط هلا كمان بقى فوق الشوكولا مع زبدة الفول السوداني. تركناها ترتاح 10 دقايق لربع ساعة. رح نحط هلا الشوكولا. هلا بنحطها بقى بالبراد لبين ما تتماسك. هلا بقى بدنا نحط الفول السوداني، راح نتركها ترتاح بقى بالبراد لبين ما يتماسك الشوكولا. صحة وهنا. تابعوني على الفيسبوك سويت سباي سيما.